بيرسي تاو كان له تصريحات في جنوب افريقيا في مواقع هناك، اتكلم قال لك انا عايز اكمل مع الاهلي الموسم ده، وان انا مستقر جدا، وان كل الكلام اللي بيتكلم عن عروض ليا في جنوب افريقيا او في اي مكان تاني مجرد كلام، انا ما بتكلمش مع اي حد، وان انا مستمر مع النادي الاهلي خلال الموسم الجاي. خلينا نشوف بيرسي تاو ممكن يحصل ايه معاه الفتره الجايه. عايز اقول انه الاتحاد الدولي لكرة القدم امبارح بيعلن رسميا رفع الايقاف القيد عن نادي الزمالك. الزمالك عنده مشكلة طبعا كانت كبيرة في ايقاف القيد، لكن قدر ان هو يسوي اوضاعه الفترة الاخيرة، واعلن كمان حتى المساعدين بتوع فيريرا المدير الفني الاسبق للزمالك البرتغالي الشهير، اعلنوا ان هم اخدوا حاجتهم خلاص. امبارح الفيفا بيبعت جواب رسمي لنادي الزمالك وبيبعت جواب رسمي لاتحاد الكوره بيبلغهم رسميا انه انتهى الموضوع، وانه الزمالك اترفع عنه الايقاف ومفيش اي مشكله خالص في هذا الشان. اله يا رب، هما بيرفعوا القيد يقع عليهم. سجلتيها؟ ما كملش التراك لاخره ليه؟ لا احنا كنا مكملين التراك لاخره، بس الظروف بقى خارجه عن الاراده، مش كوره بس يعني مش عايز اخش يعني ادخل في تفاصيل، بس انا زي ما بقول لك يعني اللي جاي هيبقى كله خير، وهي بس كانت الانطلاقه بس. يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، مش هتبقى اخر حاجه ان شاء الله. بيراميدز الفتره الجايه اي بطوله هو كده كده بينافس فيها وبيلعب للاخر ان شاء الله. السنه الجايه تبقى حاجه كويسه، ويبقى في دوري وافريقيا وعندك كاس وعندك سوبر، عندك بطولات كتير ان شاء الله تبقى احسن. بيراميدز لو معاه جمهور في المدرجات ايه اللي يجري؟ والله لو في جمهور ثاني بس نخلص والله هيبقى في حته ثانيه خالص يعني. بس انا بشكر الناس اللي بتيجي ورانا دي، يعني الناس دي برضو مش واخده حقها، كميات قليله بس بيجوا يدعمونا وبيعملوا فرق معانا وزي ما بقول لك يعني مبروك لينا ومبروك للاداره والناس كلها تعبت، والحمد لله ربنا كافئنا في اخر الموسم ببطوله. الف الف مبروك يا شنو، وخد اجازتك والحق طيارتك، ومبروك مبروك عليكم الكاس، مبروك عليكم البطوله، وتستاهلوا تفرحوا. الله يبارك فيك. وحاجه اخيره بس، بالتوفيق لمنتخب مصر في الماتشين الجايين، وان شاء الله ربنا يرجعهم منصورين ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. قال لك ما كانش كوره بس، وعاد الله ده التسبب الرئيسي لخساره بيراميدز الماتشين وفوز الاهلي بالدوري. ده الاهلي هيبعت لك مكافاه اجازه.